السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعيد علينا وعليكم الأيام بخير. النهاردة هنعمل فطار كده سريع وبسيط وتقليدي، بس طعمه فاخر على الآخر. أول حاجة هنعمل الحاجات اللي بتاخد وقت طويل شوية، وهو اللحمة. عندي لحمة، هبتدي أنزل بمعلقة من السمنة البلدي مع فص من المستكة، وابتدي أشوح اللحمة بتاعتي كده أول ما السمنة تسخن، علشان تاخد تست حلو كده وتقفل المسام بتاعها، علشان تبقى جوسي وما تكونش بتشد. هننزل عليها ببصل وطماطم متقطعين أرباع كده، وبعد كده بننزل بالمنكهات فلفل اسود وكمان هي البودر، وكمان هنضيف ورق لورا زي ما احنا شايفين. والتركة اللي انا بحب اعملها وكل الناس فاهمة ان القصة دي بتعجز اللحمة وبتخليها متستويش، وهي اضافة الملح في بداية الطبخ. اللحمة بتستوي عادي جدا ومفيش اي مشاكل معاها. بعد كده بعمل الرز المعمر، ببتدي ادهن الصينية بتاعتي بمعلقة من السمنة، وبعد كده بحط الرز المغسول وانزل عليه بمعلقة من السمنة ادعكه بيها كده، ولحد ما يتغلف كل حبيبات الرز بالسمنة. بنزل بقى كمان بالحليب يكون مغلي كده وسخن، علشان الرز يدخل يعمل وش على طول. بكون ضايفة للحليب مكعبين من الزبدة بيدوبوا فيه كده، الصفرة دي هي الزبدة اللي بتدي وش حلو جدا. بنزل بكمان بنص كوباية من المية أو ربع كوباية على الأقل، يعني لازم نضيف مية للرز المعمر، بتخلي الرز مفتح كده وطعمه لذيذ. وبضيف كمان معلقتين من القشطة، أي قشطة متوفرة عندك، لو وش حليب هتنفع برضو. وبدخله تحت الشواية، أول ما ياخد لون بنزله تحت يستوي براحته. بعد كده ببتدي أعمل العصاج. النهاردة هنعمل رقاق، صينية رقاق حلوة جدا. أول ما اللحمة بتاعتي تغير لون بنزل عليها ببصلة مفرومة ناعم زي ما احنا شايفين. بعد كده بنزل بملح وفلفل وهيل باودر، وابتدي اديلهم تقليبة كده مع بعض. ريحة البهارات تحفة جدا. بعد كده اللحمة بتاعتي نشفت من السوائل بتاعها واستوت، بنزل عليها بفلفل الوان، بيعلي القيمة الغذائية جدا وشكله تحفة زي ما احنا شايفين. بنبتدي كمان نحضر الصينية بقى اللي هنخبز فيها الرقاق بتاعنا. بدهنها بفرشة من السمنة، وحضر بقى صوص كده خطير بيخلي الرقاق معايا ألذ من الفطير المشلتت، وهو معلقتين من السمنة عليهم نص معلقة من البيكنج باودر للتوريق، وكمان علبة من الزبادي. علبة الزبادي دي مكون سحري بيخلي الرقاق معايا عامل زي الفطير المشلتت. بجيب شوربة، يفضل انها تكون شوربة دسمة. انا كان عندي شوربة بط، نزلت عليها بمعلقة بنص كوب من الحليب، بيخلي الرقاق طعمه تحفة جدا. ولازم الشوربة تكون بتغلي وسخنة جدا. باخد كده جزء منها وبسيب الباقي على النار، وابتدي ابل الرقاق بتاعي الناشف في الشوربة لحد ما يطرى معايا كده. وابتدي ما بين كل راق وراق بدهن بفرشة من الخليط اللي احنا عملناه بالزبادي والسمنة وكمان البيكنج باودر، بيخلي الرقاق معايا طري جدا ومورق من جوه وطعمه خطير. عملت 4 رقات ونزلت عليهم بالعصاج بتاعنا، وهكمل 4 رقات تانيين فوق الحشوة لحد ما اخلص الكمية كلها. عايزة تكملي وتعلي الطبقات بتاعتك، ممكن تزودي لحد 5 رقات تحت و5 رقات فوق، يعني 10 طبقات، بس ما تكتريش اكتر من كده. بندهن الوش من نفس الخليط اللي احنا عملناه، وبندخله في فرن سابق التسخين. بعد كده انا كان عندي كفتة، شكلتها زي ما احنا شايفين كده وصبعتها. باخدها بقى احمرها على زيت طبعا سخن زي ما احنا شايفين، تاخد اللون الجلد الخطير اللي احنا شايفينه ده تبارك الرحمن. بخرجها كده وبكمل تحمير الكفتة. تسوية الكفتة عندي بقى بعملها بتركة بسيطة كده. طبعا زيت يسخن، انزل عليه بمكعب من الثوم المفروم. انا ما بعملش الكفتة بالبصل خالص، بتبقى تقيلة، لكن بالثوم بتبقى لذيذة والصوص بتاعها طعمه خطير، وكمان بتكون خفيفة. الطماطم بتاعتي اتسبكت، نزلت بيها على الثوم طبعا بعد ما اتحمر اخدت التسبيكة. وبعد ما اتسبكت نزلت عليها بالمية او الشوربه المتوفره عندك.
بعد كده اول ما تغلي بنزل بالكفتة، ما ينفعش انزل بالكفتة من غير ما المية تغلي. الكفتة بديلها الملح والفلفل وبسيبها بقى تستوي على مهلها خالص، ومحاولش اطول عليها. بعد كده الرقاق بتاعي اللهم بارك خرج من الفرن ما شاء الله. غطيته شوية كده عشان بحبه يكون طري، لان وشه بيبقى مقرمش جدا وطعمه لذيذ، وما شاء الله طري جدا ومورق من جوه، ورقات رقات كده اللهم بارك، والطعم في منتهى اللذاذة. خلصنا كده الرقاق، وكمان خرج معانا الرز المعمر الخطير، وغرفنا الكفتة مع الرقاق واللحمة المسلوقة والشوربة، وكان يوم لذيذ وطعمه مميز جدا. الأكلات التقليدية الحلوة. طبعا مش هناكل الرز المعمر في الصينية، لازم نوزعه كده على أطباق. اللهم بارك، ريحته خطيرة جدا، وشه ولونه خطير، وكمان مفلفل كل حبة بحبتها، وشارب كده من الإيدام بتاعه السمنة البلدي والزبدة، وطعمه في منتهى اللذاذة. كان يوم لذيذ وبسيط وطعمه مميز جدا. يا رب يعيد علينا وعليكم الأيام بخير، وإن شاء الله نتقابل دايما في فيديوهات كتير، وأشوفكم على خير، ومع السلامة.